سلام على اجدع ناس رجال واناث، واهلا وسهلا بيكم في الحلقه ال11 من مسلسل غبي مارو. حلقه اليوم استثنائيه لانها الحلقه الحاسمه وخلاص اقتربنا من النهايه يا اصدقائي. من غير رغي كتير عاوزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتعمل لايك للفيديو لان ده ضروري، وتشترك في القناه لو انتم مش مشتركين، وتتاكدوا كلكم ان انتم فعالين الجرس. وخلينا نبدا. في الحلقة اللي فاتت شفنا الكائن الغريب ده وهو بيضرب تشوبي وبيوقعه على الأرض مغمى عليه، وأخوه بينصدم لما بيشوفه. الوحش بيقول له قدراته كانت أقوى من كده، بس هو في الأول والآخر إنسان. أخوه بيحاول يناديه علشان يفوقه، والوحش بيقول لازم أخده الحفرة قبل ما يموت علشان يتحول لإكسير الحياة يعني. ولسه هيمسكه وبيقوم الولد ماسكه من زلمته واخدها في إيده وبيقول له مالك يا هلف، أهملت دفاعك ليه؟ وبيقول لأخوه توما روح يا اسطى شوف أنت بتعمل إيه وكمل على الوحوش اللي باقية، وأنا هتعامل مع المتخلف ده. والوحش اللي قدامهم بيكون مصدوم وبيقول ده اكيد مش انسان طبيعي، وبيسأل نفسه لما كان هو في الحفرة هل ممكن يكون اختلط بيها؟ تشوبي بيقول له انا حسيت بحاجة غريبة وانت بتضربني، يا ترى ايه هي؟ بيقول له الوحش مش ممكن، اصلا انسان عادي ما بيحسش بالتاو. بيقول له بقول لك ايه، مش هنهري كتير مع بعض، من الاخر يعني دي قوة الوحوش ويقصد بيها التنس. ولما الوحش ما بيردش عليه بيتأكد فعلا ان هي دي قوة التاو، والوحش فعلا بيشوف ان الهالة بتاعته بتبدأ تتطور وبقت اقوى من الاول، وبيهجم عليه كام هجمه كده بتصيبه، ولكن التاني بيقدر يتفاداها. بس الوحش بيكسر له دراعاته. الغريب ان تشوبي بيقدر يعالج نفسه من تاني، وبيظهر على دراعاته ندبات غريبه وبيضربه ضربه بالطياره حرفيا. والوحش فعلا بيشوف ان الهاله بتاعته بتتطور بسرعه كبيره، وبيقول ان هو كده قدر يتخطى قدرات البشر. توما بيقول ان اخوه يقدر يتكافئ على اي حاجه وفي اي حته، بس هو بدا يقلق بسبب الحاجات اللي بتظهر في جسمه دي، وبيبدا يحس بقوه التاو في جسمه. وبيقول الوحش انت مش خايف لا تتحول وما تبقاش بشري؟ بيقول له مفيش حاجه في العالم ده ثابته، وبيهجم عليه بيضربه ضربه في بطنه، وبيقول له انت والجميع في النهايه نقطه ضعفكم في منتصف جسمكم. وخلاص يا باشا الولد هالته زادت بطريقه غير طبيعيه، والمره دي فعلا قدر يشوف الهجمه ويتفاداها. وبيقول له انا كده قدرت اشوفها، انا كنت عارف من الاول ان في حاجه بتبعث الطاقه دي من جسمك. ولسه بيستدعي الوحوش الا ان توما بيقول له مفيش داعي، انا قمت بالواجب وخلصت لك عليهم كلهم. وبيقول له يلا يا زميلي وريني قوتك وشجيني. ولسه هيهجم عليه لان تشوبي بيفعص له ايده حرفيا، وبيقول له انا كده عرفت ان انت لما بتغطي جسمك بالقوه دي ما بتزودش دفاعاتك. وبيقول ان هجماته المره اللي فاتت على تنسن كانت بدون اي فايده، وده بسبب ان هو ما كانش فاهم اي حاجه ولا حتى القوه دي شغاله ازاي، وفعلا بيقدر يتحكم فيها وبيخرجها من ايده، وبيضربه ضربه في بطنه حرفيا بيبوظه خالص. وبيقولوا كده اخيرا اقدر اتغلب على التنسن دول. وبيسالوا فين التنسن يلا، وبتبدا الندبات اللي في جسمه تتحرك، وده اللي بيخلي اخوه توما مستغرب جدا، وبيقول هي دي حاجه طبيعيه ان العلامات دي تتحرك كده ولا ايه الكلام؟ المهم ان اخويا بخير وما ماتش. في الجهه التانيه بيكون تنين السيف في عركه مع الوحوش وعلى كتفه البنت ميهي، وبيقول لها ايه رايك في قدراتي؟ هل بقى المستوى ده اقدر اتحكم في قوه التنسه بيه ولا لسه؟ بتقول له لا، وهي اصلا ما بتكونش عارفه تتكلم وما بتردش غير بكلمتين بس، وهما بقوه ولا، قصدها يعني ان هي بتحتاج قوه ضعيفه. المهم ان هو ما بيكونش فاهم منها اي حاجه وبيكمل في العركه بتاعته، وقصاده مارو اللي بيكون نازل تقطيع في الوحوش يابا ومش راحم حد. وتنين السيف بيقول هو اي نعم جسمه صغير بس قوته جباره، وبيسال البنت التاني اذا كان مارو يقدر يستعمل قوه التاو دي، بس هي بتقعد تلفت بالكلام برضه وما بيفهمش منها حاجه. الاسامي اللي معاهم بيكون اي جثه مارو بيرقدها هو بيمسكها وبينزل تحليل فيها، وبيقول له مارو انت بتعمل ايه يا ابني؟ بيقول له لا ده انا بس باخد عينه منهم، لان بصراحه كده كل محل الوحش بيكون غير اللي قبله، وتركيب الوحوش دي مختلف من ناحيه الهيكل الداخلي بتاعهم، والغريب ان اعضائهم اللي جوه شبه اعضاء الانسان. وعلى ما اظن من اللي انا طلعت بيه من الحوار ده ان كل كائن بيبقى له نقطه ضعف مختلفه. وبيقول له الاغرب بقى البنت اللي انت جايبها لنا دي اللي مختلفه عن البشر خالص. وبيبدا مارو يفتكر لما هي انقذته وطلعت قوه غريبه من جسمها، وما اظنش ان في بني ادم عادي يقدر يعمل الكلام ده. والوهله كده بيلاحظ ان وشها بيبدا يتغير، ولما البنت بتلاحظه عمال يبحلق فيها بتبدا تخاف وبتعيط، فبيقول فعلا ايا كان هي برضه جواها طفله صغيره. وتنين السيف بيقول له بطل يا عم تبحلق في البنت عماله تعيط. والاسايمن بيقول ان غبي مارو ما طلعش اجوف زي ما بيقولوا، وان هو انسان اكتر ما الناس كانت بتتكلم عليه. وفجاه بيهجم عليهم واحد من اللي شغال مع التنسن، بس التنين السيف بيقدر يتصدى لهجومه، وهجمه مع هجمه بيقدر ان هو ياخد البنت ميهي. وبيقول لها اخيرا لقيتك سيدتي، وبنعرف اصلا ان اسمها ميا مش ميهي. وبيبدا
وبيبدا بقى الوحش ده يتكلم عن نفسه وبيقول ان هو عدى قرون على طرد السيده ميا من القصر ومره واحده اختفت، ومن وقتها وانا بدور عليها وبس لاني محظوظ قدرت اخيرا ان انا الاقيها. وبيكون منشكح قوي وبيقول لها يلا بينا نرجع للقصر لان احنا محتاجين مساعدتك. بس مارو بيقول له في ايه يابا وايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيقول له لا ده انا المفروض اسال السؤال ده، ايه اصلا اللي مخلي واحده من التنسن تبقى مع البشر الحقراء اللي زيكم، وازاي يعني وهي اصلا بتتغذى على البشر؟ وقتها مارو بيتاكد فعلا ان البنت دي مش انسان، ومارو بيقول في نفسه انا لو سبت البنت دي هبدا افقد سبيلي وممكن انسى هدفي اللي انا جاي علشانه ومش عارف المفروض اعمل ايه دلوقتي. بس لما بتبص له البنت ميا وبتكون بتعيط بيعرف ان هي محتاجه لمساعدته وفعلا بيبدا ان هو يدافع عنها. وبيقول له التابع على فكره انت بتعمله ده غلط عليك ايها البشري القذر. بيقول له بقول لك ايه انا مش همهزق نفسي اكتر من كده، انا بصراحه مش عارف انا بتصرف كده ليه بس ده مش طبيعي، بس كل اللي انا عارفه دلوقتي ان انا مش هخليها تعيط تاني، واعلى ما في خيلك اركبه لانك ما تعرفنيش وانا كل ده ما اظهرتش مارو الحقيقي. وبيقول له تمام يا زميل انت اللي جبته لنفسك. واذ فجأة بيطلع واحد من وراه وما تسألنيش ازاي لان هما برضه مستغربين زي كده، وبيبدأ يلم كل الحشرات اللي في الجزيرة. ايه ده بقى انت زعيم الحشرات دي كلها؟ ده انا هنفخك. والوهلة كده مارو بيعرف ان في واحد منهم بيتحكم في الحشرات والتاني بيتحكم في الديدان دي، وبيبدأ يحلل انهي واحد فيهم مزعج. وبيقول له تنين السيف بسبب الحشرات المزعجة دي انا فقدت ايدي وجه الوقت اللي انا انتقم وانفخكم. بيقول له الاسايمون على فكرة يا اسطى انا اللي عالجتك ومفروض تشكرني يعني. بيقول له يا عم متشكرين ليك جدا، اللي انا استفدته من الحوار ده يعني ان مهارتي في السيف تطورت جدا ولسه هيهجم عليه الا انه بيهجم عليه بضغط الهواء. ومارو بيتاكد ان هي دي قوه التاو وبيقول له تنين السيف ما تهاجمهمش كده وش لوش لان هما بيضربوا ضربات خفيه، وبيبداوا كلهم ينزلوا طحن في بعض. واحد فيهم بيهجم على مارو بالحشرات بتاعته والتاني بيهجم على تنين السيف بهجمات متتاليه ورا بعض وسريعه جدا لدرجه ان هما بيبعدوا عن بعض. وبيبدا مارو يقول لهم انتوا ليه اصلا مهتمين بالبنت دي مع انها خايفه منكم ومش طايقاكم؟ وبيقولوا له ان هي مهمه جدا لدراسه التاو والتدرب على استعمالها، وهي مهمه جدا لتدريباتنا ووجودها مهم بس لانكم بشر متخلفين فانتم مش هتفهموا حاجه. وبيبدا يشرح لهم عن مراحل التاو ان هي ليها 5 مراحل واهم مرحله فيهم هي المرحله الخامسه وبتكون محتاجه لشريك. والاسايمون بيساله كده وبيقول له شريك ده اللي هو بيقول له ايوه بالظبط 2 متجوزين يعني. وبيكمل توضيح ليهم وبيقول لهم ان قوه التاو بتعتمد على الين واليان، والين ده المفروض موجود عند الراجل واليان موجود عند المرأة، وقيس كل ده بقى على اي ذكر وانثى موجودين في العالم بتاعهم. وبيقول ان انت لما بتوصل للمرحلة دي بتبقى شخص فتاك وبتقدر تغير في اي حاجة. وقتها مارو بيفتكر التنسن اللي واجهه وان هو كان بيقدر يتحول لذكر وانثى، وطبعا ده كله كلام فاضي. وبيقول لهم ان التنسن برضه بيقدروا يتحكموا في القوتين مع بعض، انما الاشخاص اللي زينا بيبقوا محتاجين لشريك علشان يقدروا يتقنوها. ساعتها الرجالة بيعرفوا ان هم عايزين ميهي عشان كده وكده يعني ساعتها يقدروا يتقنوا مهارة التاو. وبيقولوا لان ميها اقل من التنسن فهم طردوها من القريه قريه هواري واجبروها ان هي يا اما تستمر في التدريب معاهم يا اما هموتوها، واتدربت معاهم فتره وبعديها اختفت. واول ما مارو بيسمع الكلام ده بيبدا يشيط من الغضب وبيقول لهم يعني انتوا بقى واكلينها حلاوه على قفا البنت الغلبانه دي. وتنين السيف بيقول له انا عايزك يابا تخش عليهم وتعمل معاهم الصح، بس هو مش محتاج منه الكلام ده لان مارو حرفيا جاب اخره. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه نفس اللي حصل مع ميهي حصل مع مراته بسبب الظروف اللي عانتها والتشوهات اللي حصلت لها في وشها بسبب ابوها، وان هم مفكرين النساء لعبه في ايديهم. وبيقول لهم انا شايف اللي انتوا عملتوه ده ذنب لا يغتفر عشان كده انتوا هتتنفخوا حالا. وبيقول له لو جاء معاك يا زميلي بكده فانت اللي جبته لنفسك. وبيدمجوا نفسهم في الحشرات وبيبقوا كائنات ضخمه وبيتحولوا لوحوش وبيهجموا على بعض وكل واحد بيتوصى بالتاني. ومارو بيستعمل الجوستو بتاعه على الوحش وبيطير له دراعه وبيبدا ان هو يستعمل نفس الضربات الخفيه، وبيكون مستغرب وبيقول ان هي مش نفس قوه ضربات التنسن ولكن لحد دلوقتي مش قادر اشوفها. بيهجم عليهم مجموعه من الفراشات الكتير ومارو بيقوم واخد نفس عميق وبيسويهم كلهم حرفيا. وقبل ما بيهجموا عليهم مارو بيقول لو بس كنت اقدر افهم كلام البنت كنت قدرت افهم تقنيه التاو دي، بس المشكله ان انا ما عنديش وقت ان انا اتعلمها لان قدامي خصمين. ولكن في اللحظه دي الاسايمون بيقول لهم ان هو فعلا قدر يفك كلام ميا وقدر ان هو يفهم منها كل حاجه وكمان قدر يحس بقوه التاو اللي عنده، وبيبدا فعلا يخلي ميا ان هي تلمس ايد مارو بحيث
بحيث ان هي توصل له ان هو يشوف قوة التاو دي. وبتبدأ ميا ان هي تكلمه وبيقول له اسايم انه لازم يقدر يتحكم في قوته بحيث يضعف عقله وفي نفس الوقت يكون قوي، وبيقول له اللي هو ازاي يعني. وبعد ما بتقدر ميا ان هي تخليه يشوف تقنية التاو بيقول له الاسايمون اي نعم انت مش هتقدر تتعلمها في يوم وليلة، ولكن على مين يابا، ده مارو الاجوف. وبمجرد ما بياخد الكلمتين من البنت بيقول لهم بس انا كده فهمت كل حاجة، وبيروح علشان يتعامل مع الوحوش. ولسه الاسايمون بيحذره الا انها بتقول له مارو كبير جدا، بمعنى ان التاو بتاع مارو كبير جدا. ولما بيهجموا على مارو بيقدر ان هو فعلا يتفادى كل هجمات التاو، والجماعة بيكونوا مصدومين وانه ازاي قدر يتعلمها بالسرعة دي. ولكن تنين السيف بيقول له ان ده مش غريب على واحد شينوبي من قرية واغاكوري، لان انا كنت سمعت ان في اشخاص من القرية دي بيقدروا يستعملوا قوة غريبة بتخليهم يتفوقوا على قوة البشر، ويمكن هم ما يعرفوش معنى التاو ولكن في طبيعي هم بيقدروا يستخدموها ولكن بطرق تانية. وقتها مارو بيقول لنفسه رغم كل التدريبات اللي اتدربتها في قرية ايواغاكوري الا ان انا ما سمعتش عن التقنية دي ولا هم علموها لي. ووقتها بيقدر يحس بكل حاجة حواليه وبيقدر يحلل قدرات الخصم ويعرف ان هو هيهجم فين علشان يقدر يتفاداها قبل ما يسدد له اي ضربة. وبيقدر فعلا يحس ان جسمه القوة اللي فيه زادت بطريقة جبارة، وفي نفس الوقت حاسس بالضعف اللي جواه وبكل المشاعر اللي يقدر يحس بيها، لان هي دي من مميزات قوة التاو. ولسه هيهجم عليه الوحش الا ان بضربة واحدة من مارو بقوة التاو بيفرتكه من كل ناحية. والشخص اللي كان بيتحكم في الحشرات دي بيقول اكيد الضربة دي مش ضربة عادية ولا حتى قوة النينجستو دي بقوة التاو. وقتها مارو بيتأكد ان هو فعلا بقى في قوة التنسن ويقدر ان هو يواجههم، وبيسأله عن مكان التنسن وايه لازمتكم. ولانه عارف ان هو ما قدموش خيار تاني غير انه يعترف والا هيموت، بيقول ان التنسن مكلفيننا ان احنا نراقب البشر واي فرصة تجيلهم ان هم يموتوهم على طول، لانهم عرفوا ان البشر اللي موجودين على الجزيرة المرة دي مش عاديين ولو استسهلوا معاهم هيسبب لهم ضرر كبير. واثناء ما هو بيتكلم معاهم بيحاول ان هو يستجمع قوته علشان يهجم عليهم، وفجأة بيطلع حشرات من وراهم كبيرة جدا بس مارو بيقدر يحرقهم كلهم حرفيا، وتنين السيف بيكون فاض بيه الكيل وبيخلص عليه وبيقسمه نصين حرفيا. وفي الجهة التانية بيكون يامادا ويزورا والشلة الجميلة دي بيكونوا قدروا ان هم يوصلوا لمنطقة هواري، ومش بس كده دول قدروا ان هم يفتحوا البوابة كمان، وبيكون قصادهم من بعيد واقف واحد من التنسة ويا دوب بحركة واحدة من صباعه بيخلص على الراجل الخشبي اللي معاهم. وما اظنش ان هم دلوقتي في امان. الى هنا كان فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتتأكدوا انكم مفعلين الجرس علشان يوصلكم كل الجمدان. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هسيبها لكم في الوصف عشان تشوفوها. وبيس.